به يسقط فيعود. هذا عرف الطريق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. احنا ما عندناش إكليروس، احنا ما عندناش الكرسي الرسولي، احنا ما عندناش صكوك الغفران، احنا عندنا رب ليس بينك وبينه ترجمان ولا بواب. إذا أردت أن تتوب فالجأ إليه واقرع بابه. أطاع رجل ربه 40 عاما فزلت به قدمه فعصى الله 40، فمر على المرآة فإذا به يفاجأ بالشعر قد نقر في شعر رأسه وشابت لحيته، فبكى واستعتب قال يا رب ايش درت أنا واش درت؟ أطعتك 40 وعصيتك 40، هل إذا عدت إليك بعد هذه المدة تقبلني؟ سمع مناديا يقول أطعتنا 40 فأكرمناك وعصيتنا 40 فأمهلناك ولو عدت إلينا قبلناك. يا داود لو يعلم المدبرون عن بابي شدة اشتياقي إليهم لتفطرت أكبادهم شوقا إليه. الله أفرح بتوبة العبد من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. الله أفرح من رجل كان على دبته في مفاوز وفلات وعليه زاد، فإذا بتلك الدبة وعليها زاد شردت فبحث عنها حتى بلغ به الظمأ مبلغا شديدا فأيقن الهلكة فأسلم نفسه لله. واللي تشوفوا منين ينقلب اللسان تاعه في الدعاء عرفوا باللي ربي يستجيب له. جاي يقول له اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكن الفرحة ما خلرتوش. واحد السيد كان مسكين على الله جونط، ايوا مشى عند واحد وفهموا، كان يعطيه 200 دولار يقنع 300 دولار يقنع 400 دولار يقنع. هو جاب 10,000 ديك تاع بكري الطويله اللي قد الحصيره، قد الحصيره كتبكري 70,000 اعطاه له في الليل. منين شاف به ويعاود ماشي بصح جاي يدعي قال له الله يحورك، جاي قال له الله ينورك ونقلب له اللسان. وهذا دليل على أن الله استجاب بما في قلبه لا ما أجراه الله على لسانه، لأن فرحت واحد الفرحة اللي ما قدرش يطرقها فدعا لك بكل قلبه فلم يتحمل اللسان ثقل الدعاء فحول اللسان ثقل الدعاء. يعني احنا نقولوا هذاك كيقولوا ذاك اللصوص اللي يجي من هنا يعني الفولت قوي، هو غير فولت الانسان غير فولت نتاع 120، القذيفه خرجت ب 770. تكلمت عن طلب العلم وهو فريضه على كل مسلم، واشرت تخص الى طلب العلم الشرعي فكره تستطيع ان نوفق بين طلب العلم الشرعي والعلم الدنيوي. انا اركز على العلم الشرعي، اما العلوم الاخرى راهم اقع الناس متفتنين لها، الدنيا بلا ما تقول لهم اقع الناس راها تخلص على اولادها يقراوا في المدارس الحره والمدارس نتاع الادارات، كل نهار تخرج من الدراسه راه تخلص 200,000 باش تخدم ولدك. كاع الناس راها تقري ولدها الهندسه، اولادهم الاداره الانجيرينغ، يقريوهم الكوميرس، يقريوهم الكونطابيليتي. كاع الناس راها تقرا الدنيا والحسابات نتاع 5 مينوت، هذيك عندها اللي يشجعكم عليها. هذا الان على كرسي رسول الله وفي بيت الله اقول لكم وادق ناقوس الخطر ان الامه قد وقعت في فخ من أراد أن يخطط لها ويخطط لتربيتها وتعليمها، وأراد لأبنائنا أن يتعلموا فقط التقنيات لخدمة أغراضهم ومشروعهم، فمن يحمل مشروع الأمة؟ أنا أدق نقوص الخطر وأنا أضرب على أوتار المسلمين اللي يخدموا ويعرفوا المشاريع وينطلقون بفهمهم للواقع. أنا كان نقول المهندس قرأ الهندسة قرأ الطب، لكن لا تنسى المسجد، قرأ في نفس الوقت في صرف القرآن باش يكون عندنا المهندس المسلم، الطبيب المؤمن. طبيب الآن منين تصيفط له السيد فقير ويداويه ويبغي وجه الله فين تصيبه؟ الطبيبة اللي تصيفط لها المريضة وتوقف معها فين تصيبها؟ يديرها لك هذاك الطبيب الآخر. طب اللي راهم كيعاونوا الآن المساكين شكون هما؟ المتخرجين من المساجد
الذين لم يقطعوا صلتهم بالمسجد، المهندسون الذين يتقنون العمل ويخافون الله تخرجوا بالمسجد ولم تنقطع صلتهم بالمسجد، المعلمون، الأساتذة، رجال الإدارة، الموظفون، رؤساء المصالح، كلهم الذين ينفعون الأمة ولا يسرقونها ولا يغشونها ولا يخدعونها هم أبناء المسجد، ولا زالت صلتهم بالمسجد. ولك أشوفهم الآن الوجوه، أنا أرى الآن وجوها في الإدارة ووجوها في الطب، كلهم في المسجد، وهم الذين يعينوننا في مشروع إحياء الأمة والقيام بالفرائض الكفائية. أنا أحيي كل هؤلاء الذين يتعاملون مع في المجال الاجتماعي، نرسل إليهم المرضى، الذين يعينون في الدواء، الصيادلة المؤمنون، الأطباء المؤمنون، المهندسون المؤمنون، الأطر المؤمنون. نحن نعمل معهم لا نقطع صلتنا بهم، هي اللي مخلية عاد شوية الرحمة في البلاد بتاعنا وفي مدينة وجدة. هذا العمل هو الذي لا زال يجعل مدينة وجدة مهوى أفئدة الناس، وسميت المدينة المنورة بعد مدينة رسول الله. جب العالم شرقا وغربا لتجد أن هذه البقعة بارك الله فيها بأهلها. لقد رأيت من أنواع الخير من أصحاب الخير من لا يعرفهم إلا الله، ما الله به عليم. صلك ربي راها حامي الجهة غير هكذا. لذلك أنا كان نقول لكم عن العلم الشرعي، أما أصحاب اللي يقرأوا الماط والفيزيك، قالوا الانفورماتيك، يقرأوا الكونتابيليتي. العبد الضعيف أنا راني خريج العلوم الاقتصادية، سمعتوا؟ أعوذ بالله قلت أنا ما قريتش الشرع، أنا اللي كندير لك الدرس. أنا في 82 درت الإجازة لي ريلاسيون ايكونوميك انترناسيونال، العلاقات الاقتصادية الدولية. أنا ما قرأت الدين ولا الشرع ولا فالآن أنا أستثمر تلك العلوم في الدعوة إلى الله. أتحدث عن الاقتصاد الليبرالي، أتحدث عن نظرية رابليفالي، أتحدث عن نظرية الرأسمال لماركس، أتحدث عن النظريات الاقتصادية القديمة والجديدة، لكن أصبغها بصبغة الإسلام. أنا أتحدث عن الشرع، عن كتاب الله. أنا بغيت قبل ما تكون عالم في مسائل تقنية بغيتك تكون عالم بالله، لأن إذا كنت عالما بالله استثمرت العلم في خدمة الأمة، ما تتكبرش به، ما توليش والعياذ بالله نقمة على الأمة بعلمك. فالعلم فريضة، أي عبادة، بل من أشرف العبادات. هالشي اللي أنا قلته، قراوا الشرع. يجي واحد لقيته ما تصيبوش واحد يدير لكم الدرس، ورحنا غاديين فيها. وزارة الأوقاف ليلة القدر غادي تعلن، واسمه تعلن، شكون يعرف اسمه تعلن؟ ليلة 27 في الرباط ستعلن وزارة الأوقاف تحت الرئاسة الفعلية لعاهل البلاد، غادي تعلن واسمه. يقول اسمه غادي تعلن نفرة العلماء، 2500 عالم يعطيهم 35,000 فرنك في كل درس، 35,000 يديروا نفر العلماء يا رب نزيد، يكونوا فيها يكونوا 33,000 إمام. الإمام يعطيه 10,000 كل حصة، و35,000 فرنك اللي كيقري. شفتوا كي داير عاد اليوم مزيان جات وخرجت، ولكن غادي نسقسي كيفاش غادي تكون، كي داير هذا التعليم، شكون غادي يقريك؟ شكون هذا اللي غادي يقري الائمه ويربيهم ويعلمهم؟ هاد العلماء اللي عندنا احنا مثلا غادي يختارهم. اسمحوا لي، استغفر الله، الصحرين كاين انا انسان ضعيف الشخصيه، كلما اريد ان اعمل شيئا اجد نفسي متاخرا فيه. واش نصحني؟ ان ضعف الشخصيه واهتزازها وعدم